الجنيه المصري ينخفض أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه و63 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة. كالعادة جايين نعرف حضراتكم آخر تحديثات أسعار الدولار النهاردة علشان تبقوا دايما متابعين أول بأول كل جديد اللي بيحصل في السوق المصري. خلينا نشوف الدولار عامل إيه النهاردة، وهل في تغير جديد ولا الأسعار لسه ثابتة. يلا بينا نبدأ. الأسعار كالآتي: سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47 جنيه و63 قرش للشراء، 47 جنيه و77 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري فسجل الدولار 47 جنيه و67 قرش للشراء، 47 جنيه و77 قرش للبيع، وده يعتبر نفس الرقم تقريبا في بنك مصر. بالنسبة لبنك CIB التجاري الدولي، حيث سجل الدولار شراء 47 جنيه و64 قرش، بيع 47 جنيه و74 قرش. يعني نقدر نقول إن الدولار النهاردة محافظ على مستواه تقريبا من غير تغير كبير، بس السوق دايما بيتغير، فالمتابعة اليومية مهمة جدا عشان تعرف الجديد أول بأول. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. سلام.